حلمية ما تفرضيش اخواتك علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم. في اقاويل كتير ومتابعين كتير وفيديوهات كتير زعلانة من تجمع الاخوات مع بعضها، وبيقولوا للخالة حلمية انت ما تفرضيش علينا اخواتك، احنا مش عايزين نشوف اخواتك في القناة، احنا لما بنشوفهم اللقطة اللي هم فيها بنجري الفيديو وبنسرع الفيديو، احنا مش طايقينهم، احنا انت غلطانه انك فتحت لهم بيتك تاني، انت غلطانه ان طلعتي معاهم صورتي، بتصوري معاهم ليه؟ انت بتصوري معاهم ليه يا حلميه بعد اللي حصل لك وحصل لمتابعينك؟ بتصوري معاهم وتخليهم يعملوا فيديوهات في قنواتهم وانت قاعده فرحانه ومبسوطه ولا كأن حاجه حصلت؟ يعني احنا بقى نسيب قناتك ونمشي بقى ما نتابعكيش يا حلميه؟ احنا زعلانين منك خالص وزعلانين من طارق. لا لا، انتوا اتغيرتوا، انتوا بقيتوا حاجة تانية، انتوا كده هتفقدوا متابعينكم. يا جماعة الخير، يا جماعة الخير، حرام. ايه مش طايقين اخواتك وانتوا وهم قاعدين معاكي؟ انتوا مش طايقين، هي طايقة. انتوا مش حابين في غيركم حابب. وبعدين الخالة حلمية مش هتضحي باخواتها عشان المتابعين، مش هتضحي وتقول لا المتابعين مش عايزين اخواتي يبقى هي هيمشوا من عندي وهيلغوا المتابعة. لا، عادي. بدليل ان فيديوهات كتير طلعت على طارق، انت بتفرض علينا ابن خالتك ليه، احنا مش عايزين نشوفه معاك احنا، وبيطلعوا عادي. وطلعت اخواتها كلهم ويصوروا، وماله؟ تصويرهم مع بعض يفيدوا بعض، يسندوا بعض، وماله يا جماعة؟ اخوات المليان يكب على الفاضي. وبعدين الخالة حلمية بمشاهدة اخواتها وحضور اخواتها في البيت عندها، الفيديوهات والتصوير، تصوير فيديوهاتها ديت، ما شاء الله الفيديو ضارب، الفيديو ضارب جايب. على فكرة لما بيصوروا مع بعض مشاهداتهم بتبقى حلوة، وماله؟ ده قنواتهم وقعت وقنواتهم عملت ورايحين ايه، يتمحكوا في الخالة حلمية عشان ترفع لهم قنواتهم، وماله؟ وماله لما الاخت المليانة تدي على الفاضية؟ الناس لبعضيها، يبقى الاخوات مش هيبقوا لبعضيهم؟ لا حول الله يا رب. انا مش عارفة انتوا يعني ايه السر ان انتوا مش عايزينهم يبقوا في خصام وفي زعل وفي مشاكل؟ يا جماعة هم فاقوا من المشاكل خلاص، تحس وشوشهم كده راقت وردت. المشاكل وحشة والناس بتوقع في النص ما بينهم كمان اكتر. والناس يقولوا لها بقى زاهية تطلع عندك في قناتك وما طلعتكيش في قناتها؟ شفتي زاهية عملت فيكي ايه؟ لعبت عليكي لعبة جامدة، لان متابعينها ما بيحبوش ان انت تظهري عندها في القناة، مش عايزينك تظهري عندها، وانتي برضو متابعينك مش عايزينها تظهر عندك في القناة، وفي الاخر طلعتيها عندك. يا طيبتك يا طيبتك، ازاي ده يا خالة حلمية؟ ازاي تعملي كده؟ ازاي تعملي اللي الناس كارهينه؟ يا جماعة حلمية على الله، وكل واحد بنواياه. والله زاهية لو نيتها زي ما انتوا ما بتقولوا واعتقد ان هي مش نيتها كده خالص، هي جت صدفة كده يعني، وممكن هتنزل الفيديو، بس اكيد في حاجة معطلاها. هتنزل الفيديو تجمع هي واخواتها، هتشوفوا. لكن الخالة حلمية على الله، اللي صور صور واللي عمل عمل واللي كسب كسب واللي ما كسبش، يعني مع نفسها هي وجوزها وعيالها. هم اهم حاجة، مش عايزة وجع دماغ، وعايزة حب الاخوات كده والتجمع. خلاص هيرتاحوا بقى، هيرتاحوا من المشاكل، وهترتاح من خوفها على ابنها ومن خوفها على بنتها. انتوا مش عايزينها ترتاح، هي شايفة راحتها في كده. امال بتحبوها ازاي بقى وبتتفرجوا عليها وعايزينها والخالة حلمية ومش الخالة حلمية؟ لما انتوا حابينها كده قوي، ليه مش عايزين اخواتها معاها؟ ما خلاص الامور سيف، ده صلة رحم، واللي يقطع صلة الرحم ده يعني يا ويله عند الله، والعياذ بالله، مع احترامي للجميع برضه. فيا جماعة سيبوهم، سيبوهم مع بعض، سيبوهم. وأقاويل أقدر يحلها عشان بقى تجيب لهم والهدايا وما تجيب وتعيش وتجيب. ربنا أعطاها، ما تعطيش إخواتها ليه؟ ربنا أعطاها من خيرات ربنا، ما تعطيش إخواتها ليه؟ والأقربون أولى بالمعروف، ما تدي إخواتها هدايا، وماله؟ والست اللي هي مطلعة عمرة أكيد مكفيها من كل حاجة، صلاة النبي مكفيها من عمرة لفلوس لكل حاجة. ما هو اللي بيطلع حاجة بيبقى كافي من اولها لاخرها، اكيد عارفه انها هتجيب هدايا لاخواتها، مدياها تمن الهدايا ومدياها مدياها. الناس دي يعني ما شاء الله عليهم،
طالما طلعت الأربعة يبقى مش هتديها مصاريفها هناك والإقامة والطيارة وكل حاجة، حتى الهدايا اللي هتجيبها أكيد الشيخة ريحانة أو الأستاذة ريحانة أكيد هتديها برضو فلوس للحاجات اللي هي يعني عاملة حسابها الست في كل حاجة، جزاها الله كل خير. فانتوا بلاش انتوا كده، يعني هم هيقولوا ايه ده، مش يبقى مش بيحبونا طالما عايزين ان احنا نقع في بعض. بلاش بقى زاهية ما نزلتش شوفوا زاهية نصحى ما نزلتش فيديو عندها ان تجمع الاخوات عشان متابعينها والداعمين بتاعها مش عايزين اخواتها عندها في القناة، وبالاخص حلمية. لا لا لا، بكرة تشوفوا، بكرة تشوفوا وانت يا طارق ومحمد بيطلعك في البث المباشر عنده. يا جماعة كل واحد براحته، هما مش خسرانين حاجة. انا مش عارفة يعني انت القيل والقال وكلام كتير بيحمض النفوس ما بين الاخوات. وارجو الناس اللي بتشوف العنوان الفيديو تبص تشوف الفيديو للاخر يا جماعة، ما تحكموش. احنا بنقول في الاول اراء الناس وبعد كده بنقول الفيديو. ما تحكموش من العنوان او من اول كلمتين، شوفوا الفيديو كويس وبعدين ايه قولوا رأيكم. احنا ما بنجيش على حد ولا بنظلم حد ولا بنظلم الاخوات، حاشا لله. احنا عايزين الاخوات يبقوا في احسن صحة واحسن حال وحلوين مع بعض ومرتاحين البال، اهم حاجة راحة البال. اما الخالة حلمية بتبقى مرتاحة البال هيبقى حياتها حلوة. مش انتوا بتحبوها؟ يبقى سيبوها ترتاح البال. هي لو مش عايزة اخواتها هتقول مش عايزاهم، لو مش عايزة زي هتقول مش عايزاهم. هي مش مستنية رأيكم على فكرة، هي مش مستنية رأيكم. رأي ايه اللي يخليها تقع بين اخواتها؟ لا، تقول لك اللي عايزني عايزني واللي مش عايزني مع السلامة. وانا هلاقي زي اخواتي؟ وعمر الضفر ما يطلع من اللحم. ودولت اخوات ويعني عشرة مع بعض سنين طوال قبل ما يشوفونا اخوات، قبل ما يعرفونا اخوات. مع بعض طول عمرهم شقيوا مع بعض، اجتهدوا مع امهم وساعدوا امهم في جوازهم وساعدوا امهم في عيشتهم في كل حاجه. كل واحد كان بيشتغل ويساعد امه. امال ايه يعني ولاد حلال، يعني كده ولاد حلال. فاولاد الحلال ده عمرهم ما يتخلوا عن بعض، عمرهم ما يتخلوا عن اخوات بعض، وعمرهم ما هيكرهوا الخير لبعض. ولاد الحلال دولت بيحبوا بعض بإخلاص، وده اللي احنا شفناه في الفيديوهات. كأني لم يكن في أي حاجة، كأني ما فيش. خلاص انتوا ما بتستلحيش مع أختي ليكي وزعلانة معاها هتسيبيها العمر كله وتقولي خلاص مش هكلمها؟ مسيرك لو جت قالت لك كلمتين هتصفي ليها وخلاص. وانتصرتي يا خالة حلمية، وجود اخواتك في البيت انتصار. هي حرب يا جماعة، هي مش حرب، هي مشاكل بتحصل في أي بيوت بين اخوات بين قرايب بين أي حاجة. مش انتصرتي بوجود اخواتك؟ هي كلهم اخوات وكلهم حبايب، هما كانوا بيروحوا لبعض من زمان يعني، والاخوات كلها مع بعض ما فيش حد غير كان زاهية وحلمية. والله اعلم بقى اللي قصاد الكاميرا 100 مرة اقول لكم غير اللي ورا الكاميرا. ربنا يهدينا ويهديهم يا رب كده. انتوا ما تفتكروش بكلامكم ان احنا يا خالة حلمية لا زعلانين ان اختلطتوا باخواتك وبتاع. مش هيعمل حاجة. لا، اللي عايز الخالة حلمية على وضعها مع اخواتها هيروح لها، مش عايز خلاص. هي مش هتعمل اخواتها عشان خاطر حد، وهو ده اللي صح يعني. مش مع احترامي للجميع، الاخوات ثم الاخوات. ربنا يهدي الجميع يا رب، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.